ان الخطأ يكمن في ان الكرة ردت من خارج الملعب في العارضة الخارجية، خبطت في خشبة بره الجول. وظهر الحكم كان قاعد معانا يعني ما شافهاش عن بعد كده زي حالاتنا، دققنا فيها. ولكن دعني الأول، هناك مقالة كتبها الخبير الرياضي والناقد المتألق الأستاذ خالد بيومي في موقع كورة، وعنوانها مثير جدا: هل انتهى عصر الأهلي؟ يعني هي ده المقال اللي في جريدة التحرير. هو بتنقل بعض المواقع، انما يعني هو مصدره جريدة التحرير، نقلا عن موقع لا هو الاصل كاتب ايوه في جريدة يعني التحرير. اوكي اتفضل. كان رأي بقى الأستاذ خالد بيومي: كان مجلسا شديد التماسك والقوة، اللي هو مجلس الأهلي، حتى ولو كان هناك خلافات جمة، وهذا هو مصدر قوة النادي الأهلي في تاريخه. ولكن وبعد بند السنوات الثماني سيغادر المجلس الأكثر تأثيرا وقوة في البطولات الأخيرة للنادي الأهلي، ومنها ننتقل إلى جيل من اللاعبين الأقوياء الأفذاذ بعد تاريخ حافل ومشرف. والسؤال: هل فعلا انتهى العصر الحالي لجيل صنع لنفسه ولناديه ولبلده التاريخ؟ الحقيقة المرة من وجهة نظر الأستاذ خالد أن العصر فعلا قارب على الانتهاء، من مجلس إدارة إلى لاعبين أو مدربين. ولكن في تصوري هنا بقى الرأي الإيجابي، أن الكبير كبير، سيظل الأهلي كبيرا برجاله ونجومه وأولاده على مر العصور. إنها سنة الحياة، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وأعتقد أن الذي ينبغي أن نناقشه في كل هذه الآراء موجود معنا الآن على التليفون، وقد تفضل مشكورا أن يرد علينا. من قطر ولا من بره؟ أنا أعرف أن الأستاذ خالد مسافر. مساء الخير يا أستاذ خالد. مساء الخير يا كابتن عادل، ازيك؟ واهلا كابتن ابراهيم منيسي، اهلا بيك واهلا بكل الساده المشاهدين. لا من قطر. اهلا بيك يا استاذ خالد. أنا لفت نظر المقاله وهسيبك للأستاذ إبراهيم يحاورك. اتفضل معاك استاذ خالد. مقاله رائعه فيها كثير من الصراحه وفيها كثير من التوضيح، لانه انت كمان بتتحدث عن من ايجابيات هذا المجلس انه الاكثر تاثيرا في حصاد البطولات في تاريخ النادي الاهلي، وانه كان الاكثر تماسكا، لكن بفعل لائحه ال8 سنوات سيغادر. وتتساءل هل سيؤثر سلبا او لا يؤثر؟ بتربط حضرتك بين انتهاء فتره مجلس الاداره مع تقدم اعمار بعض اللاعبين، اللي انت في تقديرك انه الانتهاء من مجلس اداره الى لاعبين او مدربين بتنتهي مسيره ما في تاريخ النادي الاهلي. بس هو نهاها بكلمه عبقريه برضه. مسيره حافله او ناجحه او مسيره اعتقد ان احنا كلنا نفتخر بها كمحللين وكمعلقين وكرياضيين. نفتخر بها ان نتواجد في مصر نادي اسمه النادي الاهلي. نتشرف جميعا عندما نجلس على اي كرسي في محللين في الوطن العربي ان النادي الاهلي يقطن جوه دوله اسمها دوله مصر. في اعتقادي الشخصي ان هذا جاي من قوه وتاثير وجماهيريه النادي الاهلي، من قوه وتاثير وتماسك تاريخ كبير جدا لمجالس اداره النادي الاهلي المتعاقبه في اخر 30 سنه و40 سنه. اعتقد ان ده سيستم عام، سيستم لم يتواجد ولن يتواجد في اي نادي في الشرق الاوسط بالكامل. والدليل على هذا النجاحات الكبيره جدا، البطولات اللي حققها لاعبي النادي الاهلي ومجالس ادارات النادي الاهلي، التاريخ الكبير والمشرف والحافل في الوصول لكاس العالم. واعتقد ان حتى الان لم يصل اي نادي عربي للوصول لكاس العالم بهذه الكيفيه وهذا الكم، وهذا ياتي من قوه النادي الاهلي واسمه ومجلس ادارته، حتى لو كان هناك بعض الخلافات، ولكن اعتقد انها لم تكن تظهر على السطح نظرا للتماسك الشديد داخل قاعه مجلس اداره النادي الاهلي. وهذا هذه هي قوه النادي الاهلي. انا ربطت لان طبعا هناك كلام كثير جدا في الصحف وفي التلفزيونات وفي الشاشات الفضائيه العربيه نظرا لقيمه النادي الاهلي على كبر سن بعض اللاعبين على بند ال8 سنوات. هل فعلا انتهى عصر النادي الاهلي؟ ولكن هو انتهى عصر النادي الاهلي للناحيه الايجابيه. النادي الاهلي قادر على بناء فريق جديد ومجلس اداره جديد وكوادر جديده، لان السابق يفعل لنا هذا السابق ان عندما رحل الكابتن صالح سليم تولى الكابتن حسن حمدي اداره النادي ونجح نجاح باهر، وكان نجاحه واضح على الساحه العربيه والافريقيه والعالميه بشكل كبير جدا ومؤثر. عشان كده لما ربطت على انتهاء بند 8 سنوات، كبر سن بعض اللاعبين، ولكن يبقى النادي الاهلي قادر على اعاده نفسه مره اخرى، لان الفرق الكبيره على مستوى العالم كما تعلمنا
كثيرا في السنوات الماضيه على الساحه الاوروبيه. يعني الكبير يظل كبير، ومن الممكن ان يستعيد توازنه في اقل ايام او في اقل اسابيع عفوا في ظل المستوى الكبير اللي موجود فيه. عشان كده انا ربطت بانتهاء عصر النادي الاهلي تمام بجزئيه بند التامين السواد فقط لا غير. عشان كده انا بقول ان دي ناحيه ايجابيه مش سلبيه، ناحيه أكيد. ايجابيه. أكيد. النادي الاهلي سيظل حديث كل الاوساط العربيه اللي موجوده في الوقت الحالي. طيب استاذ خالد، لعلك حتى وانت في قطر متابع الضجه المثاره في مصر ما بين الصدام بين وزاره الرياضه واللجنه الاولمبيه، وحديث اللجنه الاولمبيه عن الميثاق الاولمبي ووجوب احترامه، وانضمام عدد من الانديه الى اللجنه الاولمبيه، وتهديد اللجنه الاولمبيه برفع الامر برمته الى اللجنه الاولمبيه الدوليه، اللي قيل ان هي خاطبت اللجنه المصريه مطالبه باحترام الميثاق الاولمبي وعدم قبول اي لوائح معارضه له. كيف ترى هذا الصدام مبدئيا؟ ابراهيم، انا اسف جدا، الموضوع متاخر جدا من قبل المستشار خالد زين. انا مرارا وتكرارا ذكرت في حديثي او في مقالاتي او من خلال البرنامج اللي بعمله على قناه الحياه يوم الجمعه ان اللجنه الاولمبيه لابد ان تكون هي الهرم الاول للرياضه في مصر. وزاره الرياضه ليست لها اي صله بالاتحادات الاهليه او الانديه. في اعتقادي الشخصي ان التاخير جاي تاخير من اللجنه الاولمبيه في اعاده تنظيم وتنسيق اللوائح واعاده تنسيق وتنظيم الاتحادات الاهليه. هديك مثال بسيط جدا. سنه 2000 المانيا لما خرجت خروج مهين من كاس الامم الاوروبيه، ماذا فعلت اللجنه الاولمبيه؟ جمعت بالاتحاد كره القدم بعيدا عن وزاره الرياضه، وقررت تنظيم سيستم عام لكره القدم، بمعنى انها اقرت على الانديه على الانديه الالمانيه والاتحاد الالماني ان يفرض ان يكون 15% من اللاعبين المتواجدين ضمن قائمه كل الانديه بتاعت الدوري الممتاز الاول والدوري الممتاز ب يكون من لاعبين الشباب. والدليل على هذا نجاح اللجنه الاولمبيه الالمانيه في اعاده سيستم كره القدم من خلال اللجنه الاولمبيه بعيدا عن وزاره الرياضه. ما شاهدناه في مباراه اول امس لاول مره في تاريخ بطولات اوروبا بالكامل صحيح يكون متواجد 13 لاعب من اصل 22 موجودين في الملعب من قطاع الشباب في الانديه الالمانيه. هذا دليل قاطع ان اللجنه الاولمبيه هي الهرم الاول، هي المسؤوله، هي المنوطه عن الاتحادات والانديه المصريه. فانا اتمنى بكل قلبي استاذ خالد زين يبدا تفعيل دور اللجنه الاولمبيه كهرم اول، ويبعد وزاره الرياضه، لان احنا بنطالب من 20 سنه من 15 سنه ابعاد السياسه عن كره القدم او عن الرياضه. اتمنى في هذه الحاله حضرتك تؤيد تجميد اللائحه الاخيره الصادره عن وزاره الرياضه واللجنه الاولمبيه تطلع باعداد لائحه؟ طبعا ده حق اصيل للجنه الاولمبيه، اللجنه الاولمبيه الدوليه. طب كان فين هذا الحق يا استاذ؟ يعني احنا دائما نتحدث بعد الحدث وكاننا نترك اذا جاء الامر في صالحنا نرحب واذا لم ياتي. انا مش عايز الامور تصور كده. لماذا انتظر القائمون على الرياضه واللجنه الاولمبيه كل هذا الوقت وكل هذه السنين عشان يصل الى هذه الحقيقه البديهيه التي تراها من وجهه نظرك لها شرعيتها ولها قوتها؟ ايه اللي خلاها اللجنه الاولمبيه طوال هذه السنين تنازلت عن هذا الدور؟ لان الدول العربيه والدول الافريقيه داخل السياسه في الرياضه، الدول العربيه والدول الافريقيه الوزير هو كل شيء وهو المنصب بكل شيء. انا لما اسمع في حياتي عن وزير الرياضه في ايطاليا يتدخل في امور اللجنه الاولمبيه ويتدخل في امور الرياضه، هو دور وزير الرياضه فقط لا غير. هو في الناس بقى اللي مع الراي الثاني يا استاذ خالد يقول لك المره دي ولم يتدخل في شؤون اللجنه الاولمبيه، هذا شأن بينظم الانديه وهي الانديه الحقيقه هم الاربع انديه، يعني ما هي المسابقه فيها. هو اللائحه هم 5 انديه ولا بتاع لائحه ال5 انديه. لان الانديه هيئات والشركات بره اللائحه دي. هسألك الانديه تتبع مين؟ الجمعيات العموميه. تتبع الاتحادات. الانديه اذا كان الانديه بكل الالعاب تتبع الاتحادات. لا تتبع الاتحادات، لا الانديه اعضاء جمعيه عموميه في الاتحادات التي تمارس الانديه تصنع الاتحادات ولكن لا تتبعها. انما اللي بيعمل لها النظام الاساسي مين؟ ما هي دي بقى متاهه احنا فيها. اذا كنت حضرتك بتقول ان الميثاق الاولمبي كل مستويات اوروبا، وانا يمكن ضربت لك مثل بسيط جدا بالمثل الالماني ان اللجنه الاولمبيه هي المنوطه وهي المسؤوله عن كل ما يخص الاتحادات الاهليه. اتحاد كره القدم الالماني يتبع اللجنه الاولمبيه في القرار وفي التنظيم وفي السيستم العام وفي عمل اللجان وفي عمل الامور، وبعد كده
طبعا، لا طبعا. الرياضة الانجليزي يعني أستاذ خالد. بنتكلم اذا إيه؟ صحيح. سؤال في كبسولة. هل هذه الاعتراضات وهذا التداخل من اللجنة الأولمبية، مش التداخل، أو اللجنة الأولمبية ترى أنها تسترد حقا لها، هيكون له تأثير على أرض الواقع فعلا، ولا مش مجرد هيكون له، خناقة؟ ولا بس عبارة عن هتكون زوبعة عاصفة لها تداعيات أخرى وتدخلنا في ديلما ولن نصل إلى نتائج ما كان ينبغي أن تبدأ إذا لم تصل إلى نتائج؟ ولا أنت رأيك إيه؟ لا، الكبسولة خفيفة جدا. هي المفروض طبعا تظهر اللجنة الأولمبية مدى قوتها ومدى تأثيرها في تنظيم. أولا مدى حقها، هي صاحبة حق أو لا؟ لا، نعم، سامع سؤالك يا فندم. صاحبة حق. اللجنة الأولمبية صاحبة حق. صاحبة حق. إذا هذا الحق هتقدر توصل ولا لا؟ ده السؤال الثاني. صاحبة حق أصيل، ودليل على هذا أن اللجنة الأولمبية الدولية اللي على مستوى العالم هي الهرم الأول للرياضة على مستوى العالم، ولهذا اللجنة الأولمبية المصرية المفروض تكون هي المنوطة وهي الهرم الأول للرياضة المصرية بما تشمل معها كرة القدم المصرية. فعشان كده في اعتقادي الشخصي لابد من المستشار خالد بيه الاستمرار على قوته وعلى تأثير اللجنة الأولمبية المصرية في سيستم عام للرياضة في الفترة الجاية، وإلا سنعود مرة ثانية إلى النواحي السياسية وللوزارات وللتدخل السياسي وتدخل الوزراء، وهذا في رأيي خطأ كبير جدا وخطأ جسيم سيكلف الدولة المصرية في المستقبل كثيرا وكثيرا جدا من الأخطاء التي عانينا منها أكثر من 25 سنة في الجيل. 25 سنة من أستاذ خالد، الأخطاء. إذا كنت تنصح المستشار خالد زين واللجنة الأولمبية الاستمرار في المطالبة بهذا الحق وانتزاعه، بما تنصح الطرف الآخر الوزير العمري فاروق؟ الجلوس مع الهرم الاول للرياضه المصريه مستشار خالد دين وايجاد صيغه حقيقيه لتفعيل دور اللجنه الاولمبيه وابعاد سياسه تماما عن امور الرياضه المصريه. هذا هو نصيحتي للوزير العمري فاروق. هذه النصيحة شايفها واقعية ولا رومانسية؟ لا واقعيه. ليه لا؟ وزير الرياضه ممكن يقعد مع المستشار خالد الدين ويقعدوا يتكلموا ويشارك في الاول وفي الاخر. لابد ان يعلم وزير الرياضه ان اللجنه الاولمبيه هي الهرم الاول للرياضه المصريه اللي موجوده، او اللجنه الاولمبيه الدوليه. دي مش نصيحه، دي حقيقه. لابد ان يجلس الاثنين سويا ويعلم جيدا ان الهرم الرياضي الاول هو المستشار خالد الدين كرئيس اللجنه الاولمبيه، ولابد ان يفعل دوره ويتفاعل اموره ويعود لرياده الرياضه في مصر. عموما بنشكرك جزيلا، الناقد الرياضي والاعلامي المتميز الاستاذ خالد بيومي متحدثا من الدوحه. شكرا ليك. هو